ماذا لو أخبرتك أن أعظم خطأ يمكن أن ترتكبه أن تظن أن الله لن يغفر لك؟ أنت أيها العائد من عثراته، أيها المثقل بأخطائه. لا تيأس من نفسك، ولا تظن أن كثرة انتكاساتك قد حجبتك عن رحمة الله. فالله أرحم بك من أمك، وأعلم بضعفك من نفسك. هو سبحانه القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهل يعقل أن يناديك بهذا النداء ثم يردك إن جئت إليه؟ أعلم يا عزيزي أنك تمر بلحظات ضعف تنكث فيها عهدك مع الله، ولكن تذكر دائما أن التوبة لم تكن يوما محصورة على الصالحين، بل هي للعاصين المقصرين أيضا. إذ كيف يصبح العاصي صالحا إن لم يعد إلى ربه منكسرا تائبا؟ فقف دائما بعد كل سقطة، وانهض بعد كل انكسار، حتى تلقى الله بقلب طاهر منيب. وإياك أن تجعل الشيطان يخدعك ويقول لك: أنت منافق، تتوب وتعود، تتوب وتعود. بل قل لنفسك: نعم، أتوب وأعود، وأجاهد نفسي حتى يصلحني الله ويصلح حالي. يا صاحبي، أعظم خسارة هي أن تستسلم لليأس، وأعظم ربح هو أن تموت وأنت مقبل على ربك، محسنا الظن به، تائبا إليه. وتذكر دائما قول ربك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.